السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبارة أعجبتني جدا تقول: أحسنوا الظن بأقداركم فهي تأتي محملة بظنونكم. هذه العبارة تتوافق مع الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. قد نشعر في لحظات المحن بأن الدنيا تضيق وأن الأقدار تسير على عكس ما نريد، لكن الحقيقة التي نكتشفها أن كل ما يحدث لنا مكتوب بحكمة متناهية ولطف لا تدرك عقولنا اليوم. التجارب المؤلمة التي تمر علينا تخفي في طياتها لطف، ولهذا يقال: الخير من بطن الشر. قد نرى الأمور مؤلمة في ظهرها، لكن في عمقها تكمن الرحمة والمحبة الإلهية، ونحن لا نراها. فما منع الله عنك أمرا إلا ليبدلك خيرا منه، حتى وإن لم تدرك ذلك الآن. والله كثير منا اليوم يستذكر محن صعبة ومشاكل معقدة أنجاه الله منها، ومنا من كان يتمنى أمور لم تتحقق، ولكن اليوم يقول: الحمد لله أن الله منع عني هذا الأمر، لأنه لو تحقق لما كنت هنا اليوم. لهذا يقال: المنع عطاء. ويقول الشاعر: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتقيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، فاترك الدهر وسلمه إلى عدل يليه. أقول لك: اطمئن، فما كتبه الله لك كل خير. ما تمر به اليوم سيصبح غدا قصة تحكي كيف لطف الله بك، وكيف ساق لك الخير من حيث لم تحتسب. كن صبورا، فكل ألم يحمل في طيات حكمة، وكل منع يخبئ خلفه عطاء أعظم. قل بقلب مطمئن: اللهم إني أحسن الظن بك، وأثق أنك تدبر لي أمري بأفضل مما أرجوه.